هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة السنة الجديدة حابة أوجه رسالة ليا وليكم، وهي إن أي حد فينا بيحاول إن هو يبدأ بداية جديدة مع نفسه، بيحاول إن هو يتغير للأحسن. دي فرصتنا كلنا علشان ناخد السنة الجديدة دي كنية جديدة. علشان نبدأ بنية جديدة لازم ناخد بالنا من شوية خطوات أنا هقول لكم عليها ونحافظ عليهم طول الطريق. أول حاجة ودي أهم حاجة وهي إن احنا ناخد بالنا من علاقتنا بربنا، ونحاول على قد ما نقدر إن احنا نقويها. يعني مثلا لو انت شخص مش متعود ان انت تصلي خالص، ابدأ صلي الفروض واحدة في واحدة. ابدأ ان انت تعود نفسك ان هي حاجة أساسية في يومك. لو انت بتصلي الفروض بتاعتك حاول ان انت ابدأ صلي السنن. حاول ان انت تزود ورد قرآن في اليوم. يعني الخطوات البسيطة اللي انت هتبدأها دي هتخلي يومك مختلف تماما. تاني حاجة ودي مهمة جدا وهي ان انت تحاول تبدأ يومك بدري شوية. يعني لو انت عندك الشغل بتاعك بيبدأ الساعة 9، مش لازم ان انت تصحى قبلها بنص ساعة او ساعة وتكون مستعجل وتجري عشان تلحق الشغل. حاول ان انت تبدأ ان انت تصحى بدري ساعة او ساعتين، تخلص شوية الحاجات اللي عندك في يوم. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا وهي ان انت تحدد الحاجات اللي انت محتاج تنجزها في يومك، سواء هتكتبها في نوت او انت عارف بينك وبين نفسك ايه اللي انت محتاج تعمله، بس تكون محدد كل حاجة هتاخد وقت من يومك قد ايه. رابع حاجة ودي مهمة جدا وهي ان انت تخلي ولو جزء صغير من يومك تعمل فيه رياضة، حتى لو الجزء ده كان ربع ساعة بس. في ناس هتقول ان هي ما عندهاش وقت تنزل جيم او ما عندهاش المقدرة ان هي اصلا تنزل تعمل اي نوع من انواع الرياضة. في ابلكيشنز تقدر ان انت تنزلها تعمل تمارين في بيتك من ربع لنص ساعة بس في يومك. خامس حاجة ودي مهمة جدا وكتير مننا ما يعرفش تأثيرها الكبير على يومنا، بس هي ان انت لازم تبقى واخد بالك من نظام اكلك. مش معناها ان انت تقلل اكلك ولا ما تاكلش خالص، لا، انت بس تخلي على قد ما تقدر نظام الاكل بتاعك يكون صحي، لان ده بيكون ليه تأثير كبير قوي على طاقتنا في اليوم والمود بتاعنا وقدرتنا على ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا عايزينها في يومنا. في حاجة اخيرة لازم نكون واخدين بالنا منها، وهي ان انت بعد ما تمشي كل الخطوات اللي انت مشيتها دي هتلاقي نفسك في النص حسيت هو انا بعمل كل ده ليه؟ طب هو انا ليه مش شايفه النتيجه اللي انا متوقعها؟ وتلاقي نفسك عمال ترجع خطوة في خطوة لورا بعد ما تكون بنيت حاجات كتيرة قوي. طيب الحل ساعتها ايه؟ الحل ان انت تقعد وتهدى مع نفسك وتراجع اولوياتك من اول وجديد، وتفتكر جملة واحدة بس، وهي جملة وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني انت على قد سعيك على قد ما هتاخد، بس بلاش ان انت تيأس في نص الطريق، لان اي طريق نجاح هيبقى لازم تقوم وتقع، تقوم وتقع، وهتلاقي ان انت وصلت في الاخر للحاجة اللي انت عايزها. بس هي اهم واصعب حاجة في نفس الوقت هي الاستمرارية. وافتكروا حاجة اخيرة اوعوا تنسوها وهي ان ربنا مش بيضيع تعب اي حد. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.